ازيكم يا اكسين ورجعت لكم النهارده. النهارده مش هيكون فيه مونتاج كتير. انا بصراحه لو في الفيديو ده بالذات لو ركزت في مونتاج انا مش هصوره، همسحه، مش هنزله. بصوا، هو انا فرحان يعني اللي احنا ممكن في ناس منكم يعني تشوفوا دي حاجه قليله، بس هي مش قليله بالنسبه لي يعني. اللي انا داخل على 100 مشترك يعني بعد تعب سنة وفيديوهات كتير، كل ده يعني وصلت 100 مشترك الحمد لله يعني بعد الفيديو ده. أهم حاجة أنا هتكلم في الفيديو ده بصراحة عن الحب، عن تجربتي. بحب بنت، أنا مش هقول اسمها، أنا هقول أول حرف بس من اسمها، هي تبقى فاهمة إن هي بتتابعني. أول حرف من اسمها هو مين. البنت دي بصراحة أنا كنت شفتها كده من سنة. بصراحة أنا يعني بدعي ربنا لأن أنا أقول يا ريتني ما شفتها أو يا ريتني ما حبيتها، مش معنى هي. سحقا لذكريات تقاوم النسيان، تبا لوعد زائف أسكنني الأحزان، محطم العواطف أشكو من الإدمان. البت دي كانت حرفيا أغلى حاجة عندي. كنت ممكن أعمل المستحيل بس عشان أوصلها. عارفين انت بداية العلاقات اللي هو مثلا تعمل المستحيل عشان بس بص من عينيها، تقلب كل حاجة في الدنيا عشان بس توصلك. وطبعا يعني أنا عملت حاجات كتير، كنت بروح لهم المحل كتير، محدش يسأل محلي عشان مش هقول طبعا. بروح لهدف وبدون هدف، لحاجات مش عايزها، حاجات حريمي مثلا مش عايزها بتاع، عشان بس يعني ايه اشوفها مش اكتر. بعدي من المحل كده كأني يعني حاجات من دي. فبصراحة ايه بعتلها على الواتس اول مرة، بعتلها بقى قلت ليها ايه، انا هسيبني بقى من الجو اكس اللي انتوا عارفين اللي هو الواد المطلع ده، اخش على حنية بقى الاقي حاجة انجلش اللي هي من عيال ايجيبت دول. فقلت لها هلو مين. قالت لي انت مين. قلت لها تعرفي كل حاجه في وقتها ومش عارف ايه والكلام ده. بس انا مش هقول الرد يعني. هي بصراحه قالت لي هي مش ناقصه هبل على الصبح وعملت لي بلوك وبتاع. يعني بس حتى ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، لقيتها اترزعت في بلوك. بص، انا مش المفروض احكي الفضايح دي بس يعني انا هقول كل حاجه يعني. عملت لي بلوك. اخوك ييأس نيفر. فبعت لها بقى من رقم تاني عشان انا معايا 3 ارقام عموما يعني، ولسه جايب رقمين جداد من قريب. فكلمتها من الرقم التاني، قلت لها يعني انت متسرعه كده ليه يعني، سيبينا ناخد وندي مع بعض يعني، تعرفي مثلا جبت الرقم منين كده يعني. قالت لي طب انجز طيب عشان ورايا درس. قلت لها طب بعد الدرس بتاعي. قالت لي لا انجز دلوقتي عشان عايز اعمل لك بلوك قبل ما انزل. لماذا نحن هنا؟ وانا وقفت كده، انت بتقولي ايه؟ الحشيش تمام؟ في ايه؟ في ايه يا شيخه؟ ايه يا شيخه؟ اهدي شويه. فقلت لها ايه، طب بالراحه علينا طيب يعني مش لازم يعني الدخله الغشيمه دي انتوا فاهمين. قلت لها ايه، احنا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده، صفحه من اول السطر يا بنتي، ابدأي معايا. محبش القهوه، بن وحش. محدش يجيب بن ابو عوف ده يا جدعان، طعمه ابو عوف ايه، عبد المعبود ده، ابو عبده. ما علينا. فدخلت بقى بعتلها، فبدأت أكلمها بقى اللي هو إيه، أخش بقى ستاند اب كوميدي شوية يعني، أستظرف حبتين كده يعني، حاجات اللي هي اللي بتجيب مع البنات دي. فبصراحة أنا عرفت أضحك البنت والبنت ضحكت، وقلت خلاص بقى تيجي معاها سكة وكل حاجة. ولقيت مرة واحدة بقول لها، لقيتها بتسألني طب أنت مين بقى، أنا عايز أعرف أنت مين كده. قلت لها قلت لك مش كده يعني. قالت لي لا أنا عايز أعرف أنت مين. قلت لها اعمل ايه بلوك ومش هقول لك أنا مين. فالبت بصراحة ما كدبتش خبر وعملت بلوك. هي يعني صدمة كبيرة بالنسبة لي دي.
فدخلت لها بقى من الرقم التالت. وعلى فكره كان في وقتها كان معايا في رقم رابع كنت ممكن اكلمها من عليه، بس مرضتش يعني. هو مش يأس مني، انا ما يئستش، انا كل ده متمسك بيها ولحد دلوقتي متمسك بيها، ما يئستش. فدخلت كلمتها بقى ايه من الرقم التالت، قلت لها بقول لك ايه، دي اخر محاوله معاكي، هي المحاوله دي اللي هتجيبي منها. فدخلت برضه ضحكتها شويه وبتاع، قالت لي انت مين؟ لو السؤال ده اتكرر تاني هفتك. اللحظه اللي هي بتاعت انت مين، فاللي هو يا بنتي يا بنتي انا قلت لك انت مين وربنا ترزقني بنوكم مش هتيجي يا اخي. كنت ساعتها لمعلوماتكم يعني، ساعتها كنت انا مصور الفيديو ده، كنت مصور الفيديو ده وكنت قاعد بمنتج ده، يعني ده اتصور وده بيتمنتج. فقلت لها ايه بقى، قلت لها انا موافق اقول لك انا مين، بس بشرط لك الحكايه دي. فحكيت لها بقى على انا اتخزوقت مرتين، البنتين اللي قبل كده اللي خزوقوني، لا واثقة من نفسها مش واخد. واحده كانت في ابتدائي والتانيه كانت في اعدادي يعني. سبحان الله طول عمري بتخزوق بس. انت بتتكلم جد؟ فبعد كده حكيت لها القصه اللي هي تتاثر معاها بابني، نيفر، ما تتاثرش. تحس انا بكلم حجر مش بكلم بنت، يعني تحس البنت من كتر صلابة قلبها درجتين كمان وهتلاقي قلبها ده يعني موتها، 3 درجات مش هتلاقي عندها دم اصلا، 4 كمان وهتلاقي البنت متحجرة يعني من كتر ده قسوتها بصراحة. فبقى يعني في المحاولة التالتة دي، هو في محاولات كتير بس يعني كانت غير مباشرة، في محاولات حصلت بعد كده بس هحكي لكم لو وقعت رزقك فاهمين، ما علينا. فقلت لها، قعدت بقى اتكلم معاها شويه وبتاع، فقلت لها على فكره انا بصي بقول لك الصراحه، انا مش عارف انا ازاي حبيتك ولا ازاي اتمسكت بيكي ولا ازاي مش عارف ايه، انا كل اللي اعرفه عنك دلوقتي اللي انا بعشقك بس، عشقي ديكي والله يا جدعان انا مش بعشقها، انا كلمة اللي انا لو انا اديتها قلبي قطعت قلبي كده واديته لها دي حاجة قليلة ليها، والله انا وصلت فيها لمرحله اللي انا مش عشق، حاجه مرحله كده في الحب ليفل ماكس يعني، حاجه انا ما اوصلهاش، انا مش عارف اوصف انا بحبها قد ايه. فقلت ايه بقى، قلت لها على فكره انا بحبك وبتاع وعايزه تعرف برضك. فقلت لها انا جبت الرقم ده من واحده صاحبتك، فقالت لي اسمها ايه، قلت لها من واحده صاحبتك اسمها الاصرار بتاعت هي عايزه تعرف مين، وفي بعد ما تحفرفها بتخسرها تقريبا مش عارف تعمل. فانا ما رضيتش اقول لها يعني، فضلت ثابت على الموقف. فقالت لي طب انت مين، انا لو عرفت انت مين انا هرتاح. قلت لها طب عماد بحبك وعايز ارتبط بيك وكده، فانا كل ده بحاول اتوه عشان ما اقولهاش انا مين. فقالت لي بص اقول لك على حاجه، انا وعدت امي وابويا اللي انا مش هكلم ولاد والكلام ده. وقلت لها طب انت ممكن، انا ممكن اقول لامك وابوك عادي ما عنديش مشكله. ووقتها في ساعتها والله لو كانت وافقت، والله كانت ساعتها لسه كانت الساعه 1 بالليل، والله لو كانت وافقت انا كنت مستعد انزل في ساعتها واقول لابوها وامها واعرفها كل حاجه. وانا جريء في الحته دي يعني، في الحته دي ممكن اكون جريء بحت. فجيت كلمتها قالت لي لا ما ينفعش، انا وعدت ماما وماما واثقه فيا وانا مش عايز تضيع الثقه دي بصراحه، عشان ما اكدبش عليك وانا احترمتها، كان احترامي ليها ولحد دلوقتي لسه بحترمها والله على الاخلاق دي. فانا ما رضيتش اكمل اكتر من كده، فقلت لها اكتبي على التيك توك اكس اكس يوسف اكس اكس جو، هو الاسم اللي ظهر ده اسمي على التيك توك، خشوا وهتلاقوا اللينك في الديسكريبشن في صندوق الوصف، هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف وروحوا واعملوا فولو، كده كده ما بنزلش عليه حاجه اصلا. يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر. انت هتلاقوا الفيديوهات القديمه بس تتفرجوا عليها اعملوا لايكات وخلاص على كده. اول لما فتحت هي ده كانت الصدمه بصراحه، يعني بصراحه صدمه يعني قلبي ما كانش يستحملها. انا مش عارف هي قالت الكلام ده عن قصد ولا هي قالت كده عشان تكرهني فيها عشان متصدمش. قالتها بتقول لي على الله اشوفك تاني ولو شفتك هعمل لك مشكله وبتاع. فطبعا اي حد هيسمع الكلمتين دول من بيت خصوصا بعد ما تعمل له بلوك على طول طبيعي اللي هو مش هيشوفها تاني. معايا لا، انا خنزير. انا تاني يوم ايه ده، انا كنت ساعتها ما نمتش وصبقت لحد الصبح
ونزلت مخصوص قعدت قدام المحل. يعني شيء فوق قدرتنا، فوق قدرتنا ان احنا يعني حاجه ما ينفع لها الا تدخل الهي سريع. وشفتها لقيتها بصت لي بصه، هي ما كلمتنيش، لا يا بنت ما اتكلمتش، هي بصت لي بس بصه يا لهوي. البصه ساعتها اتخضت يا جدع، يعني يخرب بيت البصه. قالت لي، هي ما قالتليش البصه فيها كلام، يعني حسيت لي انت ايه اللي جابك؟ دي اول حاجه، ده اتبلكت من 3 ارقام، يعني 3 ارقام اتبلكوا، ده السبب اللي خلاني جبت رقم جديد، يعني رقمين جداد بتاع. فلقيتها كلمتها بقى ايه الفترة ده من قريب، يعني الكلام ده حصل من سنة، هقوله ساعة الفيديو ده لما نزل، او اول يوم ما الفيديو ده نزل. فساعتها لقيتها بتقول لي ايه بقى، وانا بقول لها ايه، بعت لها نقطة على الواتس، قلت بقى هبدأ بخش هاي هترزع بلوك زي كل مرة، فقلت ابدأ نقطة على الواتس. بدأت نقطة على الواتس، لقيتها عاملة لي علامة استفهام، ومن هنا كانت العلاقة نجحت. الهبل ده. فبصراحة يعني لقيتها بعتلي مين؟ سؤال ابن الكلب اللي مش عايزين نخلص منه، مش نفس يعني انتوا كبنات، يعني لو في بنت بتتفرج على الفيديو، انتوا كبنات انتوا ليه بتسألوا مين؟ يعني ليه كلمة مين دي أهم حاجة عندكم؟ يعني أنا وربنا لما حد رقم غريب بيكلمني وما بقولش مين، بقول عايز ايه؟ عشان أنا كلهم صحابي بصراحة بيبقوا عايزين فلوس أو مصلحة أو كده، يعني دول صحابي الواطيين، دول صحابي المصالح. هي بتتفرج على الفيديو يعني، أو هتشوف الفيديو أو حد من صحابها يوريها الفيديو، هو ايه قشطة؟ هو انت بتحب القشطة؟ يعني السؤال ده موجه ليك كميم، انت بتحب القشطة يا ميم؟ عشان كل مرة تقول لي قشطة. عامة انا معرفتهاش انا مين في الرقم، تصدق انا نسيت، مش خنزير. قلت لها، قالت لا هي اللي هو ما علينا يعني، ما علينا. هي قالت لي طب ماشي انا عايز اعرف حاجة دلوقتي واحدة. قلت لها قولي. قالت لي انا عايز اعرف انت جبت رقم مين. قلت لها انا هقول لك كل حاجه في وقتها. ساعتها التليفون عمل حركه وسخه قوي، اوسخ التليفون ممكن يعملها. التليفون جاب بطاريه. يعني البطاريه باظت، نزلت صلحتها في نفس اليوم وخدتها، بس بعت لها تاني يوم الصبح بقى، تاني يوم بعت لها، ما رضيتش ابعت لها في نفس اليوم. فقلت لها بس انا كل اللي طالبه منك اسبوعين، ما عرفتش احببك فيا خلاص اعملي بلوك. عرفت؟ قالت لي بطل هبل يا لو كنت تعملي بلوك. قلت لها استني بس، لا اهدي بس، اهدي يا عريس، يعني مش هترزع 4 مرات، مش هتبلك 4 مرات انا. فقلت لها انا بصراحه بحبك. قالت لي انت عارف انا مين اصلا يالا؟ هي قالت لي يالا. قلت لها عارفك، عارف كل حاجه عنك وممكن اقول لك دلوقتي على معلومات عنك. قالت لي قلت لها انت اسمك مين وعندك محل كذا في المنطقة كذا وكده وكده. ما اقدرش اقول الحاجات دي عشان دي بصراحة شخصية لي. فقالت لي طيب حلو قوي بقى، انت مين؟ فانا بقى بصيت لنفسي قلت يا دين امي عالبيضاء. طاهر القلب نقي ذاكر لله. فقلت لها هقول لك والله، او بصي ما قلتلهاش اقول لك بصراحه، انا قلت لها انت لو موتيني انا مش هقول لك، انا هعرفك انا مين بس في وقت معين. وعلى فكره ده الوقت اللي انا كنت قاصد عليه ان انا هعرفها انا مين. قلت لها رقم منين؟ اخترعت لها اي حجه، ما رضيتش اكدب عليها، انا مش بحب الكذب، ما رضيتش اكدب عليها. عملت لها اي حجه وخلاص. قلت لها بصراحة أنا خدت الرقم ده من جروب وبتاع شغل ما، وهي بصراحة مصدقتش، تقريبا مصدقتنيش، بس أنا سوحتها بسبب حاجة، أنا مش عايز أذي الشخص ده، أو مش عايز أقطع أخلي الشخص ده أو الشخصة يتم يعني حاجة تحصل بسبب علاقة تبوظ بسبب ده في حد ذاته، أصلا هاخد ذنب عليه، ومبدئيا مش عايز أنا يحصل الكلام ده. فقلت لها إيه بحبك، أنا بحبك جميل، وبصراحة أنا مش هقدر أقول لك أكتر من كده، مش هقدر أقول لك أنا مين. قالت لي طب هابي بلوك عليك وسلام. قلت لها بعت لها سلام وفي قلب. سحقا لذكريات تقاوم النسيان، تبا لوعد زائف أسكنني الأحزان، محطم العواطف أشكو من الإدمان.
وبصراحة يا جدعان أنا مبسوط لأن أنا قعدت 4 أيام بترجمها. وتقريبا أنا الواد الوحيد اللي أنجز الإنجاز ده، تقريبا أنا الواد الوحيد اللي عرف ينجز الإنجاز ده مع ده. بصراحة البت ما بتقدرش خبر في حكاية البلوكات دي، تحس إيديها سريعة في البلوك، عارفة مكان البلوك فين، يمكن كده تيجي بلوك على طول، مش عارف ليه. بس فأنا بس عايز أحب أوجه لها رسالة في آخر الفيديو، أحب أقول لها بصي يا أمين، والله العظيم انت لو في مليون بت وفي مليون بت عايزاني وفي منهم كتير، واقول لك على حاجه، لو الكوكب ده كله بنات كلهم عايزيني كلهم كده، انا وربنا بحب غيرك، لان مبدئيا عجبتني اخلاقك، عجباني فيك حاجات كتير، وبصراحه انا بحبك. سلامك كتير، تعملوا لايك سبسكرايب اشتراك، والفيديو ده مش منتج كتير هتلاقوا الفيديو طويل اصلا. بصي على فكرة الرسالة دي ليها يعني من ضمن الرسالة، أنا مبدئيا ما بعرفش أعبر عن كلام الحب كتير، فأنت يعني آسف يعني في الرسالة الأخيرة دي ممكن واضحة، بس الصراحة أنا بحبك.